اللي عنده عظام والله ما نصح يصعد بهاي اللعبة. صيف وحارة قررنا نروح مدينة مائية. رايحين قبل هواي لهاي المدينة، بس هالمرة قلت أوثق الرحلة ونبحث على الأشياء الحلوة والمو حلوة ونقرأ مراجعات العالم عليها. حطينا غراضنا باللوكر وطبينا، وأخذت غطة وغطيا وثلاث غطات وطلعت ما تحملت من الكلور، كلش أذى عيوني. معلومة صدمتني، تدرون الكلور ما بيه ريحة؟ الكلور بالأساس ما له ريحة داخل المياه اللي ينسبح فيها، بس شو وقت تطلع الريحة؟ لما الناس يبولون بالمي. مو فد شي مضر، بالعكس راح يقوى الكلور ويقتل الجراثيم بصورة أقوى. وانا نجرب هاي، والله هي تخوف، بس يعني واحد لازم يجرب. احنا نصعد الى ان نوصل ونقول الله كريم. والله اخوة صار بي شد عضلي. وصلنا اللي عنده عظام والله ما نصح يصعد بهاي اللعبة. هاي اللعبة صراخ بدون سبب، ليش ما ادري، لا حد يسألني ليش. كل شيء موجود، زحليقات، مسابح، اطفال، ريحة شوكليت، ريحة طماطة، ريحة خيار، كل شيء موجود بس حلو. بهاي اللحظة قررت اخذ بريك واشوف شنو الناس قالت عن هذا المكان. فتحت جوجل ريفيو وقمت اقرا بالتعليقات. تعليق من احمد او تي جي يقول المكان حلو بس صوت الصدى يخليك تحس انك داخل نفق زمني. يعني هو اجى يسمح له عند دراسة فيزيائية. لقيت هذا التعليق القوي. التعليق يقول المكان نظيف بس يحتاج تنظيم اكثر، احس المي متوترة. وان نحتاج جلسات دعم مائي جماعي للاخ. اسمع اخوان، الاسعار مو غالية، الاسعار مناسبة وحلوة، يعني كمكان يعني واحد يجي يسترخي بيه. والله يعني هو مو واحد يسترخي بيه، يعني شوفون سمعون الهوسة كلش عالية، بس فتشي مرتب. لايك وشير اخوان. والله شباب طيبة. والله يعني ليش بوخ. انا اسف اخوان، صح قلت مواعيدها، بس تحملوني يعني شوية مو هواي. وانا جدا متشكر على تفاعلكم الراح بالمقاطع الراحت، خاصة تعليقاتكم، والله دائما اقراها، صدق تعليقات ترفع الراس. وابسط دعم ممكن تقدموه الي هو متابعتكم لي على اليوتيوب، موجود الاسم والرابط بالملف الشخصي، فاللي يقدر خليه يجي شوية هم يشترك ويشاهد له شوية من مقاطعي. وصلنا لنهاية الرحلة اخوات، تصبحون على خير، باي.